النهارده معانا كاميرا فوجي فيلم انستاكس ميني لبلاي. البتاع دي مكانها فين في حياتنا؟ هقول لك، بس خليك معايا للاخر. الحنين للماضي صناعة، كلنا بنحن لأيام زمان، وياه يا ابني هو في زي زمان وأيام زمان. وعلشان كده شركات كتير بتحاول تصنع تكنولوجيا جديدة بطعم وريحة زمان علشان تديك دوبامين النوستالجيا واستعادة روح الماضي. ومن الشركات دي فوجي فيلم. فوجي اللي عشنا معاها سنين بالكاميرا أم فيلم القديمة بتاعت زمان، وبنعيش معاها الماضي في الحاضر بتكنولوجيا متطورة في خط كاميراتها اللي مازال محتفظ بالشكل التاريخي، وبتعيشنا الماضي ببروفايلات الصور اللي بتديك اللوك الجميل بتاع زمان، وكمان بخط انتاج انستاكس اللي بيرجعنا لعصر البولارويد والطباعة الفورية لذكرياتنا على صورة من ورق نحتفظ بيها وتفضل طول العمر متذكرينها وفاكرينها. بص يا سيدي، دي كاميرا ديجيتال بس معاها برينتر صور فورية في نفس الوقت، يعني ضربت عصفورين بحجر. اول ما تشوفها كده اللي بلاي شكلها لطيف قوي، صغنونة ومريحة في الإيد، تاخدها معاك في أي مغامرة تصوير من غير ما تحس بيها. الأزرار بتاعتها قليلة وسهلة الاستخدام، يعني مش هتحتاس وانت بتصور. ما هي يعني مش كاميرا محترفين، فالبساطة أساسها. هي مصنوعة من البلاستيك بس ده مخليها خفيفة قوي، وتركيب الفيلم الجديد فيها سهل جدا زي بقية استخدامات الكاميرا كلها اللي مبنية على السهولة. وكلمة فيلم دي مجازا بالمناسبة علشان هو مش فيلم، ده كارتريدج فيه ورق طباعة الصور، يعني ما تقلقش وانت بتفتح لا يتحرق منك، لا مش هيتحرق، ده ورق. ايه بقى اللي بيميز لبلاي دي عن اي حاجة تانية؟ الكاميرا دي هي ميكس كده ما بين الديجيتال والانالوج، يعني ممكن تصور وتخزن الصور ديجيتال على ذاكرة الكاميرا وفي نفس الوقت على مايكرو اس دي، وبعدين تتفرج على صورك وتعدل فيها وتختار احلى لقطة قبل ما تطبعها. وفي نفس الوقت انت ممكن تطبع مباشرة اللي بتصوره. الشاشة الصغيرة بتاعتها دي بتوريك الصور قبل ما تطبعها علشان تظبط الاطار وتعدل اللي انت عايزه. ده غير ان في شويه امكانيات كده تخلي صورك احلى واحلى، فيها فلاتر واطارات، وممكن كمان تضيف عليها كلام او تسجيلات صوتيه، يعني تدي لصورك لمسه شخصيه عصريه بروح الماضي، سواء بتصور مناسبه خاصه او لقطات عاديه من حياتك اليوميه فيها مرونه حلوه ومسليه جدا. وغير كل ده الانستاكس ميني لبلاي ممكن تتوصل بالموبايل بتاعك عن طريق البلوتوث بكل سهوله، وبتحمل تطبيقاتها من المتجر سواء ابل او اندرويد. وده بقى بيفتح لك ابواب كتير، ممكن تطبع صور من موبايلك، مش لازم تكون مصورها من الكاميرا نفسها، او حتى تستخدم الكاميرا عن بعد، تحطها على ترايبود وتصور وتظبط الفريم وتدوس تصوير من الموبايل. ده اوبشن لطيف جدا، والتطبيق الخاص بيها بيخلي التجربة احسن واحسن، لانه بيديك ادوات تعديل وامكانيات ابداعية تزود بيها وتعزز بيها جودة الصورة. نيجي بقى لجودة الصورة نفسها. الانستاكس ميني لبلاي فيها مستشعر 5 ميجا بكسل. استنى بس، ما هي مش معمولة يعني علشان تصور 4K، ف5 ميجا حلوين ومناسبين للي بتعمله. يعني جودة الصور بتاعتها مش هتبقى زي صور الموبايلات الفلاج شيب، هي بتدي احساس كده بالصور القديمة النوستالجيك، والاحساس ده مقصود ومطلوب. بس لو الموضوع ده مش عاجبك، الكاميرا ممكن تبقى برينتر بس، وبرينتر عملي جدا للصور اللي انت عايز تحتفظ بيها كذكريات. باختصار كده الفوجي فيلم انستاكس ميني لبلاي كاميرا مرنة وشيك، بتجمع احسن ما في التصوير الديجيتال والانالوج. انا بصراحه استمتعت بيها جدا باستخدامها مع بناتي، ويمكن هم حبوها اكتر لانها بتدي لهم المرونه والسهوله، وبيتصوروا بيها مع اصحابهم وقرايبهم ويطبعوا الصور ويحتفظوا بيها للذكريات. وطبعا ما بينسوش صوابعهم وعلامه النصر اللي بيعملوها على الفاضي وعلى المليان في كل الصور، وايديهم على وشهم بالحركه اللي احنا يا كبار دايما شايفينها متخلفه ومش فاهمين ايه سببها، بس يمكن واحنا في سنهم عندنا حاجات ارخم واكثر هطلا من اللي بيعملوه. عموما انستاكس لبلاي ميني سعرها معقول في حدود $100 وشويه، وده بيخليها كاميرا تستاهل، وذكرياتنا اللي هنطبعها هنفتكرها بعد سنين. طيب الكاميرا دي مكانها فين في حياتنا؟ الكاميرا دي مكانها جنب موبايلاتنا وساعاتنا الذكيه وكل الاكسسوارات اللطيفه اللي بتخدم حاجه معينه في حياتنا. والانستاكس لبلاي ميني كاميرا مسليه لتسجيل اللحظات العائليه بلطافه، وطباعه اللحظات دي حتى لو مش منها وكنا واخدينها بموبايلنا. مش هفكرك بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل حلقاتنا. اشوفك الحلقة الجاية، سلام.